السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن الكريمي اللي وشه مكرمش كده زي بتاع المحلات بتركات. وبصوا اللي هياكلوا من ايديكم هتبقوا مميزين جدا فيه زي ما انا مميزة فيه. شايفين كريمي ازاي ومش مكلكع؟ وده كان تاني يوم بعد ما سقع في التلاجة. شايفين كريمي ازاي وحلو ازاي؟ بس قبل ما ابدا بقى الوصفه بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه بدأنا بيها انا هعمل كيلو ونص لبن. الكيلو ونص لبن هياخدوا كوبايه الا ربع رز، يعني الكيلو اللبن الواحد هياخد نص كوبايه رز، وهكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف لكيلو لبن. تمام. انا هنا حطيت كوبايه الا ربع من الرز المغسول المتصفي، وحطيت عليه كوبايتين ونص من الميه. تمام. ما تزودوش الميه عن كده عشان ما يعجنش منك ويبقى يعني طعمه كده ما يبقاش حلو كأنه مسلوق في ميه، ومش هيبان فيه طعم اللبن. زي ما بمشي معاكي خطوه بخطوه. طيب، التركه المهمه جدا اللي انا هعملها معاكي دلوقتي هو ان انا حطيت له معلقتين من السكر في الميه السليق. مش احنا لما بنيجي نسلق مكرونه بنحط لها ملح؟ اما بنيجي بنعمل رز ابيض للخضار عادي بنحط له ملح. الرز بلبن او البليله لازم وهم بيتسلقوا نحط لهم معلقتين سكر، بيفرق معايا تماما تماما تماما. خطوة مهمة كمان، لازم واحنا طول ما احنا شغالين في الرز بلبن ايدينا فيه لازم نقلبه من كل النواحي، علشان خاطر ممكن ناحية تشيط منك وهيبوظ طعمه كله، فليه خسارة. افضلي قلبي فيه وجيبي كل الجوانب كده لحد ما يتشرب كل المية اللي احنا حطيناها له. تمام. شايفين؟ وخلي بالكوا كمان الكوبايتين ونص دول مش هيسووه سوا كامل، انا كده مسوياه بنسبة قولي 90%. وبقية التسوية هتتم لما انا احط بقية اللبن بتاعي. طيب نيجي بقى لخطوة اللبن. انا هنا حطيت كيلو ونص من اللبن مش مغلي من الكيس على طول، ويستحسن نجيب اللبن من عند اللبان، ويكون كمان لبن واثقين منه جاموسي بقري بس يكون دسم شوية، مش هنغليه خالص. المحلات ما بتغليش اللبن، ولما بتغليه قبل ما بتحطيه على الرز بلبن القشطه بتاعته بتفصل، حتى لو رجعتي حطيتيها تاني في اللبن بيبقى اللبن فقد الدسامه بتاعته. تمام. انا كده حطيت معاكم 3 تنصاص من اللبن. واهم حاجه بقى ايه؟ مش هنحط السكر دلوقتي خالص. في ناس بمجرد ما بتحط اللبن تحط السكر الفانيليا تدوب النشا، خلاص على كده. لا، احنا هنأجل الخطوة دي شوية. وهنا انا هوريكي انا حشت نص كوباية من اللبن علشان خاطر دي اللي هدوب فيها النشا، لان انا خلاص مش هحط له مية تاني. تمام. فاحنا ما نحطش اللبن كله ونشيل شوية ايه للنشا. هفضل بقى اقلب فيه من كل حتة. هنا بالمناسبة كان عندي قشطة وش لبن، طبعا مش هنجيب طبعا القشطه اللي في البرطمانات اللي بره دي. حطيت معلقتين من قشطه وش اللبن اللي انا محوشاها في الفريزر. دي بتديله دسم وبتديله غناوه جميله جدا، ولو مش موجوده كده كده اللبن بتاعنا مش مغلي وهيبقى محتفظ بالدسامه اللي فيه. وهنفضل نقلب 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 من كل حتة، واوعي تسيبيه وتروحي في اي حتة تانية هتلاقيه هوب اللبن غلي منك بهدل البوتاجاز او لازق وشاط. فليه؟ هفضل اقلب فيه من كل النواحي لحد ما يبتدي يغلي معايا. طيب امتى هنحط السكر وهنحط الحاجة بتاعته النشا والليلة دي؟ معلش طولت عليكم، انا بديكوا تفاصيله. يعني انا بقول الفيديو للناس اللي ما بتعرفش تعمل رز بلبن خالص، للمبتدئين بمعنى اصح. هنا بقى بعد ما اللبن غلي معايا وسبته يغلي كده شوية في الرز، ابتديت ان انا احط السكر على كيلو
ونص لبن، 7 معالق سكر كبار. على كيلو لبن واحد بس 5 معالق سكر. ودوقي، هو ده المعيار المظبوط. حباه مسكر عن كده زودي، حباه دلع شوية قللي، بس ال5 معالق على الكيلو ده مظبوط 100%. والمهم بعد ما حطيت السكر بتاعي اسيبه يغلي شوية في السكر، في اللبن يعني ايه، بعد ما حطيت له السكر علشان الرز يتشرب. تمام. والمهم افضل اقلب. خطوة التقليب دي مهمة يا جماعة، لان احنا لو تغاضينا عنها ممكن الرز بلبن يروح في حتة تانية خالص، وحرام يعني، كل حاجة دلوقتي ايه بقت غالية جدا. تمام. هاجي بقى على ناحية تانية، نص كوباية اللبن اللي انا حشتها هحط فيهم معلقتين نشا كبار. تمام. نيجي بقى للنشا. في نوعيات نشا ما بتربطش على طول، فهتحتاجي تزودي معلقة كمان، وفي نوعية نشا بتبقى كويسة جدا ومناسبة قوي. هنقلبها كويس قوي 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 عشان ما يكونش فيها اي تكتلات، لان لو فيها اي كلكعة ولا اي حاجة هتفضل معانا في اللبن، مش هتدوب خالص. انا بقلبها بشوكة عشان الدنيا تكون سهلة معايا. نيجي بقى للبن بعد ما سيبناه يغلي شوية في السكر وبرضو ايدينا فيه، هنحط النشا بتاعتنا. في خطوة مهمة انا هعملها دلوقتي. هو المفروض واحنا بنصب النشا ايد بتصب وايد بتقلب، بس انا كان في حاجة عايزة اعملها، كنت عايزة اصفي بقى عشان لو فيها اي كلكعة اي حاجة، واقلب على طول. مجرد ما اصفي واحط النشا واللبن وكده اقلب بقى على طول، لان المفروض ايد بتحط وايد ايه بتقلب، علشان خاطر ما يكلكعش معايا كده. هيبقى كريمي، مش هيبقى فيه اي تكتلات خالص، وهيبقى بصوا في حتة تانية. بمجرد بقى ما احط النشا ويربط معايا، لازم اهدي النار، وانا طول ما انا شغاله فيه مهديه النار، وحطيت هنا ظرف فانيليا. اهدي النار لان النشا لازم تستوي، ما نبقاش معليين النار قوي فيربط معانا بسرعه، فايه النشا ما تستويش، لان لازم النشا تستوي كويس ويربط معايا على الاقل من مهله. هنا خلاص بقى ابتديت ان انا اصبه بقى في الاطباق بتاعتي، وكان طعمه تحفة، شكله تحفة زي ما بنجيبه من بره بالظبط. وانا وريته لكم، شايفين هنا عن قرب، شايفين الوش المكرمش بتاعنا، ولا اجدع حد بيبيع رز بلبن جاهز. ادي شكله، جربوه بطريقتي وبمقاديري، وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لايك بقى واشتراك في القناة. هنا بعد ما خلاص بقى سقعته في التلاجة وبقى زي الفل، شايفين حتى بعد ما جمد في التلاجة كريمي ازاي، ومش مكلكع، ما فيهوش اي تكتلات، ما فيهوش اي حاجة، طعمه تحفة جميل. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك جميل، اشتراك جميل منك علشان يوصلك كل جديد. باي باي.